السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة أولى إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حصة رقم 4 في منهج رياضة سنة أولى إعدادي. النهاردة هنكمل درس تطبيقات النسبة والتناسب، وآخر جزئية في الدرس جزئية تطبيقات النسبة المئوية. جزئية النهاردة سهلة جدا وبسيطة جدا، ومسائلها كمان إن شاء الله تبقى سهلة معاكم. هناخد النهاردة مع بعض 5 حاجات في درس النهاردة. هنفتكر مع بعض أصلا إيه هي النسبة المئوية، وناخد شوية مسائل بقى على التخفيض والسعر بعد التخفيض أو الخصم، وإزاي كمان لو أنا عندي سلعة وسعرها أصلا انخفض أعرف لو معايا السعر بعد الخصم يبقى السعر قبل الخصم كام. وكذلك لو أنا معايا سلعة وسعرها أضفت لي ضريبة مثلا أو أي حاجة، فالسعر بعد الإضافة دي يبقى قد إيه. وكذلك لو أنا معايا السعر بعد الإضافة أعرف السعر قبل الإضافة كان كام. كل دي حاجات هندردش فيها النهارده، ومسائل النهارده ان شاء الله كلها تبقى سهله عليكم. فيا ريت نركز مع بعض ونبدا بسم الله. اول حاجه معايا ايه هي النسبه المئويه؟ النسبه المئويه اخدتوها قبل كده، كانت ايه هي؟ كانت هي نسبه حدها الثاني 100. حدها الثاني بيساوي كام؟ بيساوي 100. ايه معنى الكلام ده؟ ركز معايا كويس. النسبه المئويه نسبه يعني كسر، حدها الثاني اللي هو المقام بتاع الكسر ده كام؟ 100. فمثلا لو معايا 30 على 100 ده نسبة مئوية عشان المقام 100. 15 على 100 ده نسبة مئوية عشان المقام 100. 8 على 100 ده نسبة مئوية عشان المقام 100. طب أنا دلوقتي النسبة المئوية اللي هي بصورة كسر دي إزاي بحطها يا مستر في الشكل اللي أنا عارفه؟ فاكر الشكل بتاع النسبة المئوية بكل بساطة كده. 30% دي معناها 30 على 100 معناها 30% بالمنظر ده. 15 على 100 معناها 15% بالمنظر ده. 8 على 100 يبقى معناها 8%، وهكذا. كانت فكرتها بسيطة جدا، بشيل المقام اللي هو على 100 واكتب مكانه العلامة بتاعة النسبة المئوية. طيب يجي دلوقتي أنا أي كسر عشري أو أي عدد أصلا صحيح أو أي حاجة في الدنيا أعداد يعني أقدر أحولها لصورة نسبة مئوية. طب أنا عندي هنا شوية حاجات. عندي مثلا التلاتة من عشرة دي والواحد وسبعة من عشرة. شايف الأعداد دي؟ ده عندي كسر عشري وده عدد عشري، عايز أحولهم إلى نسبة مئوية. بكل بساطة لو معاك أي عدد عايز تحوله لنسبة مئوية بنضربه في 100. فمثلا أول واحد اللي هو التلاتة من عشرة ده، عشان أحوله لنسبة مئوية هتضربه في 100. على الآلة الجميلة بتاعتك لما تضربه في 100 الآلة هتقول لك بيساوي 30%. بس كده، ما فيش أي حاجة صعبة فيها. طب تاني مسألة، معايا العدد العشري اللي هو واحد وسبعة من عشرة، عايز أعرف بيساوي كام في المية، هضربه في 100. يبقى لو معايا أي كسر أو عدد عشري أو أي كسر حتى اعتيادي وعاوز أشوف ده بيساوي كام في المية، بكل بساطة هنضربه في 100. فعندك الواحد وسبعة من عشرة لما تضربها في 100 على الآلة تقول لك ب170%. بس كده بكل بساطة. فاحنا افتكرنا بسرعة مين هي النسبة المئوية وازاي احول اعداد لصورة نسبة مئوية. طب تعالى دلوقتي نشوف مسائل ازاي نحسب التخفيض او الخصم والسعر بعد التخفيض. انا دلوقتي باجي بقول لك ايه، لو معاك سلعة، لو انت مثلا رحت تشتري اي حاجة من السوبر ماركت، رحت مثلا تشتري جبنة. فوانت بتشتري الجبنة دي قال لك ده عليها خصم مثلا 20%. عارف يعني ايه عليها خصم 20%؟ يعني لو هي سعرها 100 جنيه فهي عليها خصم 20 جنيه. طب ولو سعرها 200، من كل 100، بص كلمة 20% معناها ايه؟ معناها من كل 100 هنخصم 20. فال 200 جنيه دول 100 و100، هنخصم من ال 100 دي 20 ومن ال 100 دي 20، يبقى احنا هنخصم 40 جنيه. فلما نخصم 40 وهي اصلا كانت ب 200، يبقى كده في الاخر سعرها كام؟ سعرها 160 جنيه. هو ده كده بسهولة كده مفهوم النسبة المئوية. والخصم ده بعمله ازاي؟ طب انا بقى وانا بحل مسألة، احل المساله بتاعتي ازاي؟ دلوقتي لو انا عايز احسب قيمه التخفيض، انا قلت لك مثلا انا عندي سلعه عليها خصم وليكن 15%. عايز اعرف يا مستر ال 15% دول من سعر السلعه. انا عرفت خلاص ان 15% يعني من كل 100 جنيه هخصم 15 جنيه. طب ما هو مش شرط تبقى الحاجه ب 100 جنيه، ممكن الحاجه تبقى ب 30 جنيه، ب 45 جنيه، براحتي بقى في المساله. ازاي احسب القيمه دي؟ قال لك بكل بساطه عشان احسب قيمه التخفيض اعرف انا هخصم قد ايه، بمسك سعر السلعة اللي أنا بديهولك، سعر الحاجة اللي أنت هتشتريها، وأضربه في النسبة المئوية. أضربه في الإيه؟ في النسبة المئوية بتاعة التخفيض. بس أنا قلت لك تخفيض 15% والحاجة دي ب 30 جنيه، يبقى المبلغ اللي أنا هخصمه هو ال 30 جنيه اللي هم سعر السلعة، وأضربه في ال 15% اللي هو إيه؟ التخفيض.
طيب تعالى كده بالراحة نشوف مسألة. عندي مسألة بتقول لي اشترى رجل شاشة تلفزيون من أحد الأسواق التجارية، فإذا كان سعرها 18500 جنيه وتم عمل خصم عليها معدله 12%، فما سعر بيعها بعد الخصم؟ بالراحة كده واحدة واحدة، أنا عايز أعرف سعرها كام بعد الخصم. طب ما تيجي الأول نعرف الخصم قد إيه، وبعد ما نحسب الخصم ننقص من سعرها الأصلي ده، ننقص منه المبلغ اللي احنا هنخصمه. فأنا دلوقتي عندي سعرها قد إيه؟ 18500، وعملنا خصم عليها معدله 12%. عشان أنا قلت لك عشان أعرف قيمة الخصم كام بمسك سعر السلعة اللي هو هنا 18500، أضربه في النسبة المئوية بتاعة الخصم اللي هي 12%، واللي معناها 12 على 100، واحسب ده على طول بالآلة الحاسبة. يطلع عليها قيمة الخصم 2220 جنيه. طب عاوز أعرف السعر بعد الخصم؟ بكل بساطة أنا بقول لك إن هي ب 18500 جنيه، وأنا هخصم من سعرها، هنزل لك في الفلوس 2220 جنيه. يبقى عشان أجيب السعر بعد الخصم أمسك السعر الأصلي اللي هو 18500، أنقص منه المبلغ اللي أنا هخصمه اللي هو 2220 جنيه، واحسب بقى الكلام ده على طول بيساوي كام. تطلع لك 16280 جنيه. يبقى سعرها بعد الخصم 16280 جنيه. مسائل النسبة المئوية زي ما قلت لك في أول الحصة مسائل إن شاء الله سهلة جدا وجميلة أوي. فركز معايا، تعالى ناخد كمان مسألة بعد كده حل مسألة لوحدها. يقول لي في السؤال ده إذا كان سعر بنطلون 450 جنيها وكان عليه معدل خصم 20%، فما سعر البنطلون بعد الخصم؟ عايز سعره بعد الخصم كام. مسألة بكل بساطة اتفقنا هما خطوتين اللي بعملهم عشان أعرف سعره بعد الخصم. أعرف الأول قيمة الخصم كام، بعد كده أمسك قيمة الخصم دي أنقصها من المبلغ الأصلي. طيب أنا يا مستر إزاي بعرف قيمة الخصم؟ قلنا عشان نعرف قيمة الخصم بمسك سعر السلعة أضربه في النسبة المئوية للخصم. أنا عندي سعر البنطلون 450 جنيه. طب هنضربها في كام ال 450 جنيه دي؟ في معدل الخصم اللي هو 20%، ونكتبها بصورة كسر اللي هي 20 على 100، واحسبها بالآلة الحاسبة عادي جدا. عارف تحسبها ازاي بالآلة؟ هتمسك ال 450 تضربها في 20، والناتج تقوم قسمه على 100. فلما تعمل الحركة دي يطلع معاك قيمة الخصم 90 جنيه. يبقى البنطلون ده هنخصم من سعره 90 جنيه. يبقى طالما انا هاخد من سعره 90 جنيه، يبقى اقدر احسب السعر بعد الخصم ازاي؟ همسك سعر البنطلون اللي هو 450 جنيه، انقص منه ال 90 جنيه. 450 لما تشيل منها ال 90 جنيه هيتبقى معاك 360 جنيه. يبقى كده سعر البنطلون ده بعد الخصم طلع كام؟ طلع 360 جنيه. تعالى بقى خد مسألة حلها لوحدك. وقف الفيديو وحل المسألة دي، وبعد ما تحل المسألة شغل فيديو وشوف الحل بتاعك. تاني فكرة بقى معايا النهاردة ازاي نحسب سعر السلعة قبل الخصم. قلت لك دلوقتي ان انا خلاص معايا حاجة مثلا وعليها خصم 20%، فانا بحسب قيمة الخصم دي قد ايه، بعد كده بنقص من المبلغ فاعرف السعر بعد الخصم. طب دلوقتي انا عامل لك العكس. انا هدي لك ايه؟ بص كده في المسألة اللي معايا واحنا نفهم مع بعض. مسألة بيقول لي اشترت سارة خلاطا في موسم التخفيضات. هي اشترت خلاط، بص دفعت كام، خد بالك من كلمة دفعت دي. الفلوس اللي هي دفعتها دفعت 3500 جنيه. بيقول لك وكان معدل التخفيض 20%، الخصم اللي كان عليه كان 20%. اوجد ثمن الخلاط قبل التخفيض. هي هنا الفلوس اللي هي دفعتها بالفعل 3500. 3500 دول دفعتهم بعد خصم كام؟ بعد خصم 20%. يعني هو ما نعرفش سعره كان كام. بعد ما احنا مش عارفين سعره كان كام، عملنا خصم من السعر ده 20%، فبقى السعر بعد الخصم 3500 جنيه. طب ازاي هنا بقى احل المسألة دي؟ بص انا هنا عندي طريقتين في الحل، احللك بالطريقتين وبعد كده انت اختار اي طريقة سهلة تحل انت بيها. حل باي طريقة منهم لوحدك، يعني اختار طريقة من الطريقتين تحل بيها. فمثلا اول طريقة معايا، تعالى كده بالراحة. انا دلوقتي معدل التخفيض كان 20%. بص يا حبيبي، دايما السعر الاصلي بتاع اي حاجة هو 100%. فلو انا السعر 100% وانا عملت عليه خصم 20%، فالمية لما اخصم منها 20 هيتبقى 80. يبقى سعر السلعة بعد التخفيض نسبته 80%. بص كده،
يبقى اللي انا جبته ده اسمه ايه؟ نسبة السعر بعد التخفيض. نسبة السعر بعد التخفيض قد ايه؟ السعر الاساسي او الاصلي 100%، انا عملت عليه خصم 20%، يبقى المية نقص منها 20%، يبقى السعر بعد التخفيض 80%، نسبته 80%. بص بقى القانون اللي انا بحل بيه ده، فاكر درس التناسب؟ هحل بحاجة شبه التناسب. الحاجة دي اسمها ايه؟ بص بتقول لك الجزء على الكل بيساوي الجزء على الكل. الجزء على الكل بيساوي الجزء على الكل. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده ركز معايا. انا دلوقتي مين الجزء ومين الكل؟ الجزء بيبقى السعر بعد التخفيض، والكل السعر قبل التخفيض. فانا هنا معايا، انا معايا النسب الاول، النسبة 80% دي بعد التخفيض، وقبل التخفيض كانت 100%. يبقى ده كده اللي فوق ده الجزء، واللي تحت ده مين؟ الكل. بيساوي مين؟ بيساوي الجزء برضو على الكل. بص بقى انا معايا دلوقتي ايه، او عشان تفهم اكتر انا عامل كسرين دلوقتي. كسر كاتب فيه النسب المئوية، والكسر التاني هكتب فيه المبلغ الحقيقي. فهنا الجزء اللي هو 80%، هو مش ال 80% ده اللي احنا دفعناه اللي هو 3500 جنيه؟ يبقى فوق 3500 جنيه. طب وتحت ال 100% اللي هو السعر الأصلي قبل التخفيض؟ معرفوش، تعالى نسميه إكس. مش دي كده فكرتك بدرس التناسب؟ أعمل إيه؟ أعمل مقص على طول. هقول له ساعتها يبقى الإكس اللي هو السعر قبل التخفيض بيساوي مين؟ الإكس قصاده 80 تتكتب تحت، واللي قصاد بعض هما ال 100 وال 3500 يتضربوا في بعض فوق، واحسبها على طول. هتحسب على الآلة بتاعتك عادي، تشوف 100 في 3500 بكام، والناتج تقوم قاسمه على ايه؟ تقسمه على 80 على طول. هتطلع معاك على الآلة 4375. يبقى ده كان السعر ايه؟ قبل التخفيض. سعره قبل التخفيض 4375، وبعد ما عملنا عليه خصم 20% أصبح السعر بتاعه قد ايه؟ 3500. يبقى بسرعة كده تاني، أنا أول طريقة معايا بعمل إيه؟ أنا دلوقتي مديلك سعر سلعة بعد التخفيض، احسب نسبة التخفيض. أنا عملت تخفيض 20%، السعر الأساسي 100% دايما، فالمية نقصت منها 20، يبقى نسبة السعر بعد التخفيض كام؟ 80%. بعد كده عملت الجزء على الكل بيساوي الجزء على الكل. أقول لك ممكن عشان خاطر ما تلخبطش نفسك تكتب النسبة الصغيرة على النسبة الكبيرة بتساوي الجزء على الكل مثلا. فالنسبة الصغيرة اللي هي السعر بعد التخفيض 80، اللي هو 80% على السعر الأصلي 100%، بيساوي مين؟ بيساوي 3500 اللي احنا دفعناهم اللي هم بعد التخفيض على الإكس اللي هي قبل التخفيض. يبقى أنا عندي فوق ممكن برضو بطريقة تانية خالص، يبقى عندك فوق السعر دايما إيه؟ بعد الخصم أو التخفيض، وتحت يبقى قبل الإيه؟ قبل الخصم. فوق السعر اللي هو بعد الخصم، مرة كسر بتاع النسب يبقى النسبة بعد الخصم، ومرة السعر الحقيقي بعد الخصم. أما اللي قبل الخصم مرة النسبة قبل الخصم اللي هي دايما 100%، وبعد كده السعر بعد الخصم اللي هنسميه إكس. طب دي كده كانت أول طريقة وبسيطة جدا. طب تعالى نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية عاملة زي طريقة سطور النسب بالظبط، أو مش عاملة زيها، هي أصلا طريقة سطور النسب لو أنت فاكرها من الحصة اللي فاتت بتاعة التقسيم التناسبي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ بص كده بعمل ايه، بكتب له السعر الاصلي الى الخصم الى السعر بعد الخصم. مركز كده معايا؟ طب بعد كده هعمل ايه؟ السعر الاصلي انا قلت لك دايما نسبته 100%. يبقى اول سطر كتبت فيه اسماء الحاجات اللي هو السعر الاصلي والخصم والسعر بعد الخصم. تاني سطر كتبت فيه النسب المئوية، ادي 100%، الخصم اللي معايا في المسألة دي 20%، إلى السعر بعد الخصم. أنا المية لو خصمت منهم 20 يبقى بعد الخصم كام؟ 80%. مش أنا بقول لك المبلغ اللي احنا دفعناه اللي هو بعد الخصم 3500؟ طب دي تنزل في أنهي خانة؟ السعر الأصلي ولا الخصم ولا السعر بعد الخصم؟ طالما ده المبلغ اللي أنا دفعته، أنا بدفع بعد ما بخلص الخصم وكل حاجة، يبقى ده السعر بعد الخصم 3500. طب وانا عايز مين؟ انا عايز تمن الخلاط قبل التخفيض قبل الخصم. يبقى انت عايز السعر الاصلي ده سميه اكس مثلا، وبعد كده نفس الكلام. انت عندك مين ومين؟ انت معاك دلوقتي السعر الاصلي اهو، في حاجتين، واحدة اللي هي النسبة 100%، والتانية الرمز اللي انا عاوز احسبه اللي هو اكس، اللي هو بيعبر عن السعر الاصلي. طب ومين تاني كاملة؟ السعر بعد الخصم. السعر بعد الخصم معاك نسبته ومعاك القيمة بتاعته،
يبقى دول اللي انا هعتبرهم كسرين وابدا اشتغل معاهم بخاصيه ضرب التبادل اللي هي خاصيه المقص. برضو هتعمل المقص كده، فهيبقى السعر الاصلي اللي احنا سميناه اكس بيساوي مين؟ الاكس قصادها في المقص بتاعها 80، يبقى ال 80 تحت، والتانيين اللي قصاد بعض فوق مين؟ 3500 في المية. واحد يقول لي يا مستر هنا في علامة النسبة المئوية حضرتك ما عملتهاش، وهنا برضو في علامة النسبة المئوية. ما هو هيبقى في نسبة مئوية تحت وفي نسبة مئوية فوق، فينفع هما الاتنين اختصرهم مع بعض عادي، لأن النسبة المئوية دي معناها على 100، ففوق على 100 وتحت على 100 يبقى خلاص هنختصرها مع بعض عادي. ويطلع في الآخر معاك لما تحسب دي على الآلة هيطلع لك نفس السعر اللي هو 4375 جنيه. ده اللي هو السعر مين؟ السعر قبل الخصم. مسألة جميلة جدا وفكرتها جميلة كمان. طيب يلا ناخد كمان مسألة عليها، بعد كده تحل مسألة لوحدك. تاني مسألة بيقول لي حصل أحمد على معدل خصم 40% من ثمن دراجة من أحد الأسواق، فإذا دفع أحمد 8400 جنيه، ده الفلوس اللي دفعها يعني بعد الخصم، فما السعر الأصلي للدراجة؟ عاوز السعر الأصلي. تعال نحل بالطريقتين. أول طريقة نجيب نسبة السعر اللي احنا دافعينه، يبقى نسبة الإيه؟ نسبة السعر بعد الخصم. احنا قلنا دايما قبل الخصم 100% ناقص احنا خصمنا قد ايه؟ خصمنا 40%. المية لو نقصت منها 40 تطلع 60%، يبقى نسبة السعر بعد الخصم 60%. بعد كده هعمل ايه؟ اكون كسرين، كسر هكتب فيه النسب وكسر هكتب فيه القيم الحقيقية. طب كسر النسب قلنا فوق الجزء وتحت الكل. فوق الجزء اللي هو بعد الخصم النسبة 60%، وقبل الخصم دايما بتبقى 100%. طب والكسر التاني قبل الخصم كام؟ او بعد الخصم الاول، بعد الخصم اللي هو المبلغ اللي احنا دفعناه 8400. طب قبل الخصم بقى كام؟ ما نعرفش، وهنسميها ايه؟ هنسميها اكس. يبقى انا عملت ايه هنا؟ عملت الجزء على الكل بيساوي الجزء على الكل. الجزء اللي هو 60 على 100 بيساوي الجزء الاخر اللي هو 8400 على السعر الاصلي اللي احنا ما نعرفوش. وبعد كده خلاص انت حفظت. نعمل على طول زي طريقة التناسب. الاكس قصادها 60 يبقى ال60 تحت، وفوق اللي هيتضربوا في بعض ال 8400 هنضربها في المية، وتحسب على الآلة الجميلة بتاعتك. هتحسبها برضو تضرب ال 8400 في المية، والناتج بتاعك هتقسمه على كام؟ هتقسمه على 60. تطلع الإجابة معاك 14000 جنيه. يبقى السعر كان قبل الخصم 14000 جنيه. تقدر تقول له السعر قبل الخصم بيساوي 14000 جنيه. مسألة فكرتها جميلة جدا، ودي أول طريقة حل. طب تاني طريقة بتاعت سطور النسب هقول له إيه؟ هما 3 حاجات اللي بكتبهم. بقول له السعر الأصلي إلى الخصم إلى السعر بعد الخصم. أول واحدة أول سطر على طول بعدها سطر النسب. قلنا الأصلي دايما 100%. الخصم اللي معايا في السؤال قال لك الخصم 40%، يبقى السعر بعد الخصم كام؟ 100 شيل منها 40 يبقى 60%. طيب بعد كده تالت سطر بقى القيمة الحقيقية. أنا دفعت 8400، المبلغ اللي مدفوع ده بيبقى بعد الخصم أو بعد الإضافة لو كانت مسألة إضافة، يبقى بعد الخصم 8400. عايز السعر الأصلي أسميه إكس، وأبدأ على طول أشتغل برضو بالإيه؟ بالمقص بتاعي. هقول له إيه؟ هقول له إكس دي اللي هي السعر قبل الخصم بتساوي قصادها 60 تتكتب تحت، وفوق هنكتب ال 8400 مضروبة في المية، هيدي لك نفس الإجابة اللي هي 14000 جنيه. مسألة فكرتها بسيطة جدا، يا ريت تكونوا فهمتوها. تعالى بقى خد مسألة حلها لوحدك، وقف الفيديو حل المسألة دي، وبعد ما تحل المسألة شوف الحل بتاعك. آخر مسألة معايا النهاردة في الجزئية بتاعت المسائل الخصم والتخفيض دي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا انخفض سعر سلعة من 1500 جنيه الى 1200 جنيه. ركز في السؤال ده عشان فكرته مختلفة. بيقول لي انا معايا سلعة سعرها كان 1500 جنيه وخصمنا منه شوية بقى 1200 جنيه، يعني السعر بعد الخصم بقى 1200 جنيه. عايز اعرف كده معدل التخفيض. يا ترى معدل التخفيض ده 3% ولا 15% ولا 20%؟ تعالى كده واحدة واحدة نعرفه ازاي. اولا انا دلوقتي عشان اعرف معدل التخفيض ده قد ايه، نسبته قد ايه، قانونه سهل قوي. قيمة التخفيض الاصلية، يعني التخفيض المبلغ اللي نزل كام بالظبط، على السعر الاصلي
ويبقى الناتج ده، الناتج بتاع الكلام ده، تقسم قيمة التخفيض على السعر الأصلي ونضرب في 100% بكل بساطة. طب تعالى كده نشوف الكلام ده ازاي. أنا دلوقتي عشان أجيب معدل التخفيض عاوز أعرف الأول قيمة التخفيض. التخفيض قد إيه؟ إيه التخفيض اللي حصل؟ إيه الخصم اللي حصل؟ مش هو كان ب1500 وأنا دفعت 1200؟ ال 1500 لو نقصت منها 1200 تدي لك 300 جنيه. يبقى التخفيض اللي حصل 300 جنيه. يبقى قيمة التخفيض الأول مسكت المبلغ الأصلي ناقص المبلغ بعد الإيه؟ بعد الخصم. ال 1500 ناقص 1200 ادتني 300 جنيه. يبقى ده قيمة التخفيض. خلاص. يبقى عشان أجيب معدل التخفيض هقول له معدل التخفيض يساوي كام؟ أيوه، قيمة التخفيض اللي هي ال 300 جنيه دول على السعر الأصلي اللي هو 1500 جنيه. بص انت على الآلة هتكتب ال 300 على ال 1500، والناتج اللي هيطلع لك هنضربه في 100 في الايه؟ في المية. بس علامة في المية دي مش هتعملها على الآلة، هتكتب 300 على ال 1500 في 100 بس. ده اللي انت هتعمله. لما تعمل الكلام ده هتطلع معاك ب20. شايف علامة في المية دي بقى؟ تقوم حاططها هنا، يبقى 20 في الايه؟ في المية. يبقى كده معدل التخفيض اللي حصل 20%. انا خصمت من سعرها 20%. يبقى الإجابة الصح معايا هي 20%. نخش بعد كده على جزئية مسائل الإضافة أو الزيادة والسعر بعد الإضافة. دلوقتي احنا معانا نفس القوانين بالظبط هنشتغل بيها. دلوقتي بيقول لي لو أنا معايا سعر سلعة وجيت زودت عليه مثلا ضريبة أو إضافة كذا في المية، مثلا 10%. مثلا حاجة ب100 جنيه وهزود على سعرها 10%. يعني ايه 10%؟ يعني على كل 100 جنيه هزود 10 جنيه. فلو هي ب100 يبقى سعرها بعد الإضافة دي 110. طب لو هي ب200، كل 100 ازود 10، ف 10 و10 20، يبقى سعرها 220. وهكذا لو كانت ب200 جنيه يعني، والإضافة 10%. ونفس القوانين بالظبط هنستخدمها عشان أعرف قيمة الزيادة أو الإضافة دي. بمسك سعر السلعة أضربه في النسبة المئوية للقيمة بتاعة الزيادة. طيب تعالى كده نشوف مسألة. بيقول لي في أحد المطاعم طلب مروان وجبة غداء، وكان ثمن الوجبة 540 جنيه. سعر الوجبة اللي هياكلها دي 540 جنيه، وبيضاف إلى السعر ده 14% معدل ضريبة على ثمن الوجبة. هنضيف 14% ضريبة. فما قيمة الضريبة والمبلغ الذي يدفعه مروان؟ عايز أعرف كده قيمة الضريبة كام اللي هي الإضافة، والمبلغ اللي هيدفعه بعد الايه؟ بعد الاضافه. خد بالك احنا في الخصم كنا بننقص. كنا دلوقتي مثلا لو سعرها 1500 وهنخصم 300، واقول 1500 ناقص ال 300 يديني 1200، ده بعد الخصم. لكن هنا السعر بعد الزياده انا مش بنقص لان انا بزود، انا بجمع. فيبقى السعر الاصلي للسلعه زائد قيمه الزياده. زائد ايه؟ زائد قيمه الايه؟ الزياده. نيجي هنا نشوف المساله دي. احنا خلاص عرفنا دلوقتي عشان اجيب قيمه الضريبه هعمل ايه. ايوه، قلنا قيمة الضريبة او الزيادة بتساوي السعر الاصلي اللي هو تمن الوجبة هنا 540 جنيه، اضربه في كام؟ في النسبة المئوية اللي هي 14%. قلنا 14% معناها 14 على ايه؟ على 100. بكل بساطة هتمسك الآلة بتاعتك وتعمل ايه؟ تضرب الاول ال 540 في ال 14. هتقول 540 في 14، والناتج اللي يطلع لك هتقسمه على كام؟ على ال 100. ممكن الآلة تطلع لك كسر عادي، ما فيهاش أي مشكلة. هنا مثلا في دي هتقول لك 75.6 جنيها. يبقى دي قيمة الإيه؟ دي قيمة الضريبة 75.6 جنيه، يعني 75 جنيه و60 قرش. يبقى المبلغ بعد الضريبة، هقول له المبلغ بعد الضريبة هيساوي كام كده؟ السعر الأصلي اللي هو 540 زائد القيمة بتاعة الضريبة اللي هي 75 جنيه و60 قرش. هتجمعهم عادي جدا على الآلة بتاعتك يطلع لك 615 جنيه و60 قرش جنيها. ده المبلغ اللي هيدفعه بعد الضريبة ال 14%. ليه على فكرة طرق حل تانية كتير. ممكن تحلها بطريقة سطور النسب، ممكن تحلها كمان بالطريقة بتاعة الجزء على الكل دي برضو. يعني في طرق حل كتير. انت جرب كده تحاول تحلها مع نفسك بكذا طريقة. يعني انت معاك الناتج بتاعها اهو، حاول انت تحل بكذا طريقة تانية. طيب الطريقة دي ما اظنش ان هي فيها اي مشكلة، دي زي الطرق اللي فاتت بالظبط. تعال نحل كمان مسألة ونحلها بالطرق التانية بقى. عندي مسألة بيقول لي أودع رجل 12000 جنيه في أحد البنوك. يبقى المبلغ اللي هحطه في البنك 12000 جنيه، وكانت نسبة الفائدة 14% سنويا. البنك ده الفلوس اللي انت بتسيبها فيه كل سنة بيزودها 14%، بيحط عليها فايدة
14% سنويا. اوجد إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه بعد عام. قول لي بقى كده بعد سنة، مش هو كل سنة بيحط فايدة 14%؟ طب بعد سنة كده هياخد كام؟ طيب تعالى كده نحلها بطرق تانية. دلوقتي لو الراجل دوت نسبة الفلوس بتاعته 100%، وانا هزود عليها 14%، مش كده نسبة المبلغ ده بعد الإضافة تبقى 114%؟ يبقى انا كده اقدر اقول له ان نسبة السعر بعد الإضافة اهو، اقول له نسبة السعر بعد الإضافة هيساوي كام؟ زي ما قلنا الأساسي 100%، هنزود عليه الفايدة اللي هي 14%، فيطلع معايا بعد الإضافة 114%. وأقدر أستعملها بطريقة الجزء والكل عادي جدا. هقول له إيه مثلا؟ بص كده، إحنا هنكون دلوقتي كسرين، كسر فيه النسب المئوية وكسر فيه القيم الحقيقية. أول كسر ده هنستخدم فيه النسب المئوية، فأنا مثلا هعمل نسبة إزاي؟ بص كده، هحط السعر بعد الإضافة 114% على السعر الأصلي 100%. طب هنا في اليمين نفس الكلام، بس هكتب القيم الحقيقية. بعد الإضافة أنا معرفوش هيبقى كام، لكن قبل الإضافة المبلغ اللي هو أودعه في البنك كان 12000 جنيه. خدت بالك كده أنا حطيته إزاي؟ يبقى أنا حاطط مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ أنا حاطط تحت الحاجات الأصلية بنسبة المبلغ الأصلي 100%، والفلوس اللي حطها في البنك الأساسية 12000 جنيه. وحاطط مين فوق؟ حاطط بقى بعد الإضافة. بعد الإضافة نسبة المبلغ الأصلي هيبقى 114%، والمبلغ الأصلي نفسه ما اعرفوش، وأبدأ أحله بطريقة الإيه؟ بطريقة التناسب. طبعا أنا ممكن أحل برضو بالطريقة بتاعة المسألة اللي فاتت، بس أنا بعرفك طرق الحل المختلفة. فكده هيبقى إكس اللي هو المبلغ بعد العام، أو إكس اللي هو المبلغ بعد عام. المبلغ اللي هيحصل عليه بعد عام بيساوي كام؟ أيوه، الإكس قصادها 100، يبقى ال100 تتكتب تحت، واللي هيتضرب في بعض فوق مين؟ ال12000 هنضربها في ال114، وتحسب على الآلة الحاسبة عادي جدا. هيطلع معاك المبلغ بعد عام 13680 جنيه. يبقى المبلغ اللي هياخده بعد سنة 13680 جنيه. دي كده أول فكرة أو أول طريقة حل. تاني طريقة حل معايا في نفس المسألة دي طريقة سطور النسب. فاكر سطور النسب كنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل السعر الأصلي إلى الخصم، بس دي مش مسألة خصم، دي مسألة إضافة. يبقى هنا إلى الإضافة. إلى مين بقى؟ إلى السعر بعد الخصم. هنا تبقى السعر بعد إيه؟ بعد الإضافة أو الضريبة أو أيا كانت هنا الفايدة، وهكذا. قلنا السعر الأصلي دايما نسبته 100%. الإضافة اللي معايا في المسألة دي قال لك احنا بنزود الفايدة 14%. طب بعد الإضافة دي هيبقى 100 زائد 14 ب114%. أنا معايا مين؟ أنا معايا الفلوس اللي أودعها في البنك اللي هو المبلغ الأصلي 12000 جنيه. طب وأنا عاوز مين؟ عاوز المبلغ اللي هيحصل عليه بعد عام، يعني عاوز السعر بعد الإضافة نسميه مثلا إكس. وهعمل إيه؟ أعمل المقص بتاعي عادي جدا. يبقى إكس اللي هو المبلغ بعد الإضافة أو المبلغ بعد العام ده هيساوي مين؟ قصادها في المقص 100 تتكتب تحت، واللي هيتضربوا في بعض فوق مين؟ ال114 هنضربها في ال12000. طبعا هيطلع معاك نفس المبلغ اللي هو 13680 جنيها. مسألة فكرتها جميلة جدا، وعرفنا كده المسائل الإضافة 3 طرق في الحل. تعالى بقى خد مسألة حلها لوحدك. يلا حل المسألة دي، وقف الفيديو وحلها، بعد كده شغل الفيديو وشوف حلك. آخر مسألة معانا في حصة النهاردة مسألة اهي، عاوزين نجيب الثمن الأصلي قبل الربح. فاكر كده زي ما كنا بنجيب السعر الأصلي قبل الخصم، هنا نفس الكلام، عايزين نجيب السعر الأصلي بس قبل الإيه؟ قبل الربح. مسألة بتقول لي باع رجل تلفاز بمبلغ 36000 جنيه. المبلغ اللي باعه بيه باع ب36000 جنيه. قال لك وقد ربح فيه 25%. المبلغ اللي كسبه، نسبة المبلغ اللي كسبه من البيعة دي 25%. فبيقول لي اوجد الثمن الأصلي قبل الربح. طيب واحدة واحدة كده. أنا دلوقتي أقدر أحلها برضو بالثلاث طرق عادي جدا. تعال نمسك مثلا طريقة سطور النسب. أنا عندي الثمن الأصلي أهو، عندي الثمن الأصلي إلى الربح إلى السعر بعد الربح. دلوقتي الثمن الأصلي قلنا دايما بيبقى كام؟ 100%. طب والربح؟ مش قال لك احنا بعناه وكسبنا فيه 25%، يبقى الربح 25%. طب وكده السعر بعد الربح؟ المية لما ازود عليها 25، لأن الربح ده مكسب بيكون زيادة،
تبقى 125%. يبقى السعر بعد الربح يطلع قد ايه؟ 125%. طب واحدة واحدة، انا دلوقتي مش المبلغ اللي انا بعت بيه هو 36,000 جنيه؟ طب ال36,000 جنيه ده بقى كده الثمن الأصلي ولا ده السعر بعد الربح؟ ده كده بعد الربح، لأن ده المبلغ اللي أنا بعت بيه بالفعل. يبقى السعر بعد الربح هو ال36,000 جنيه ده. وأنا عاوز مين؟ عاوز الثمن الأصلي. نفس الكلام نعمل بتشتغل عادي جدا بطريقة التناسب. فأنا دلوقتي عشان أجيب له الإكس اللي هي الثمن الأصلي، هقول له الثمن الأصلي ده هيساوي كام؟ أيوه، ال125 تتكتب تحت اللي هي قصاد الإكس، وفوق هنكتب ال36,000 في 100. على آلتك الجميلة زي ما اتعودنا هتعمل ايه؟ تضرب الأول، تضرب لي ال36,000 في كام؟ في 100، والناتج هتقسمه على 125، تطلع لك 28,800 جنيه. ده مين ده؟ ده السعر الأصلي قبل الربح، أو ده السعر اللي هو اشترى بيه التلفزيون. طيب دي مثلا طريقة حل اللي هي طريقة سطور النسب. كان ممكن برضو نحل بطريقة الأجزاء، فاكر الجزء والكل والكلام ده؟ احنا دلوقتي السعر بعد الربح كده نسبته 125% زي ما عرفنا هنا. فكنت أقدر أقول له، خليها كده بلون تاني، كنت أقدر أقول له إن 125 على 100 السعر بعد الربح على السعر الأصلي بيساوي كام؟ السعر بعد الربح اللي هو 36,000 على السعر الأصلي اللي هو نسميه مثلا اكس، واعمل برضو مقص، هتطلع معاك بنفس الناتج. وهكذا. طرق الحل عندنا هي كتير، نحل بالطريقة اللي احنا شايفينها سهلة بالنسبة لنا. وفي اخر الفيديو يا ريت تكون فهمته كويس، يا ريت تحاول تحل كتير زي ما قلت لك من كتاب المدرسة او من المعاصر او من اي كتاب. واتمنى ان شاء الله اشوفكم الحصة الجاية على خير. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لكل زمايلك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.